طيب خلينا نروح الى انا المصري. وانا المصري النهارده بنتكلم فيه عن المفاجآت دي يا ولاد الذين. طيب وانا المصري النهارده كنا هنتكلم عن حد، انما زمايلي واضح ان هم عملوا كمين وعملوا لي مفاجأة تانية. فجأة دلوقتي بيقولوا لي انا المصري اتغير، فالواحد هنج مش عارف يقول ايه. انا المصري النهارده عن شخصية هتكلم عنها بتجرد تام. عيد ميلادها كان امبارح، فبنقول لها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة. وهي شخصية معجونة بالفن، موهبة في الغناء، موهبة في التمثيل. كل من يعمل معها يشيد بمدى الالتزام في العمل وحب النجاح للجميع مش للنفس فقط. مجتهدة جدا في عملها، ودي بشهادة يعني زوجها اللي بيشوف قد ايه وبيتابع قد ايه بتتعب في شغلها عشان ترسم بسمة على وجوه عشاقها ومحبيها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة. أم كايلا دنيا سمير غانم النهاردة في أنا المصري. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة. وطبعا شهادتي مجروحة، بس شهادتي اللي أنا قلتها دي لو لم تكن زوجتي كنت هقول نفس الشهادة دي، يمكن أكتر، وبسبب إن هي مراتي فيمكن
الخجل بيسيطر على الواحد في انه يتكلم كتير عنها. بس الحقيقه موهبه يعني لها كل الاحترام والتقدير، وربنا يا رب يوفقها. وان شاء الله بتحضر لحضراتكم في رمضان مسلسل باذن الله يلقى يعني قبول حضراتكم جميعا.